حبايب قلبي وحشتوني قوي. خلونا متفقين ان احنا حتى في الصيف بنشرب مشروبات دافية. جايبالكوا بقى النهاردة مشروب جامد جدا، هوت سيدر، بيتباع في الكافيهات ب70 جنيه، هنعمله في البيت ب7 جنيه بس، وكمان هيكفي فردين. طبعا لو عايزين ازيد بنزود الكمية عادي. ايه الهوت سيدر ده بقى يا ستي؟ مشروب سخن معمول من عصير تفاح وقرفة، سهل جدا، ولما بتشربيه كده بتحسي ان في حد بيحضنك من جواك، مش مجرد مشروب. دي جلسة علاج طبيعي بالقرفة والتفاح، فلو نفسك دافية ومناعتك جامدة لازم تجربيه. تعالوا بقى للقرفة. القرفة مش بس ريحتها حلوة، دي فيها فوائد كتير بتحرق الدهون. يعني لو نفسك كده داخلة على شوية كحك، أو نفسك بقى في لحمة العيد الكبير أو شوية محشي، القرفة هتسندك وبتقولك ما يهمكيش. وكمان بتقلل السكر في الدم، يعني مناسبة لعشاق الحلو وانت ضميرك صاحي. في كمان دراسات بتقول إنها بتحارب البكتيريا وبتقوي المناعة، يعني مضادة لكل حاجة إلا النفسيات الوحشة. دي كمان مش بهار عادي، دي كانت أيام زمان أغلى من الذهب. يعني تخيل لو معاك كيس قرفة في العصور الوسطى كان ممكن تشتري حصان وتفتح قهوة بلدي عادي. دي كمان بتسخن الجسم وبتظبطلك الدورة الدموية، يعني كمان لو في شوية مغص أو وجع في البطن بتضيعلك كل ده. وكمان مضادة للأكسدة، يعني بتشلك الوجع من القلب والزعل من القلب يا شيخ. أما التفاح فده صاحبنا من زمان، وده اللي كان بيقولوه أجدادنا زمان: تفاحة في اليوم تبعدك عن الدكتور. والكلام ده صح جدا، لأن التفاح مليان ألياف بتشبعك وتشغلك عن أي حاجة. وكمان بينضف الجسم، بس مع الأسف ما بينضفش القلوب السوداء. وفي كمان فيتامين سي بيخلي مناعتك تقولك ولا يهمك يا نجمة النجوم أنا معاكي للآخر. دلوقتي بقى لما القرفة قابلت التفاح حصل بينهم كيمياء، يعني لو كانوا في مسلسل تركي كان زمانهم اتجوزوا في الحلقة التانية. الهوت سيدر مش بس بيدفيك، ده بيحضنك كده حضن معنوي. عندك امتحان؟ اشرب هوت سيدر. قلبك مكسور؟ اشرب هوت سيدر. الكهرباء قطعة؟ اشرب هوت سيدر. البيت مكركب حواليكي ونفسيتك زي الزفت؟ اشربي هوت سيدر. بس بقى لو كنتي رايقة ممكن كمان تحطي معاه شريحة برتقال. وزي ما شفتوا كده سهل جدا ازاي نعمله، بس عصير تفاح. طبعا يستحسن لو كان طبيعي، بس انا طبعا استسهلت وجبت بيست عادي علشان بحبه من ايام ما كنا صغيرين. ونسخنه على النار، وبعد كده نحط القرفة في الكوبايات، وطبعا السكر حسب الرغبة. بس لو حطيتي نص معلقة سكر صغيرة او بالكتير معلقة هيكون الطعم حلو جدا والمزازة بتاعته هتكون باينة، هيكون مفيد اكتر. وطبعا لما بنسخنهم على النار ريحة المطبخ بتتملي تفاح وقرفة، يعني بجد يبقى حاجة جمدان. جربوه وقولولي رأيكم، وما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وكمان تعملوا لايك وشير وتمنولي من قلبكم الخير.